أهلا بكم يا أصدقائي. اليوم سنتكلم عن آداب الاستئذان. والاستئذان هو طلب الإذن لدخول البيوت أو الدخول إلى غرفة الوالدين ونحو ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ويكون الاستئذان باللفظ بأن يقول المستأذن: السلام عليكم، أأدخل؟ ويكون الاستئذان أيضا بطرق الباب، سواء أكان الباب مغلقا أم مفتوحا. ويستحب أن يكون الصوت متوسطا دون صياح، وإن كان بدق الباب فيستحب أن يكون الدق خفيفا بلا عنف. ولا يقف المستأذن قبالة الباب إن كان الباب مفتوحا، ولكنه يقف يمينا أو يسارا. ولا يحل للمستأذن النظر في داخل البيت، لأن للبيوت حرمتها، ومن استأذن فأذن له دخل، وإن لم يؤذن له فلينصرف. ولا يلح بالاستئذان، ولا يتكلم بقبيح الكلام. وإذا استأذن أحد منا على إنسان فالسنة ألا يكرر الاستئذان أكثر من 3 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع.